14/2 الفالنتاين أو ما يسمى بعيد الحب. في ناس بالنسبة لها 14/2 ده حدث تاريخي، ولو اليوم ده مش موجود مش هيبقى فيه حب أصلا. 14/2 عيد الحب أو يوم القديس فالنتاين هو عبارة عن احتفال بيحتفلوا بيه الناس حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية في كل سنة. طب هما بيحتفلوا ليه أصلا؟ بيحتفلوا تخليدا لذكرى القديس فالنتاين. طب هو مين فالنتاين ده وإيه قصته؟ هقولك قصته. في القرن الثالث الميلادي الإمبراطور الروماني أصدر قانون بيمنع فيه الزواج على الجنود بتاعته. ليه؟ علشان هو كان معتقد ان الجنود لما تتجوز هيكون عندها مسؤوليات كتير، فبالتالي مش هيبقوا مركزين قوي في القتال يعني. وهو الامبراطور كان كل همه الوحيد هو بناء جيش قوي، ولكن القديس فالنتاين ما عجبهوش الكلام ده وحس ان القانون ده يعني يعتبر ظلم لأي اتنين بيحبوا بعض، وعلشان كده حب يكافئهم في السر. عمل ايه بقى؟ قرر انه يعصي الاوامر دي ويجوز الجنود في السر، وطبعا من غير ما الامبراطور ما يعرف. ولكن الكارثة بقى ان الامبراطور عرف، فعمل ايه؟ امر بسجن فالنتاين وحكم عليه بالاعدام، واتعدم يوم 14/2. والناس وقتها سمت فالنتاين باسم إله الحب، ومن يومها بقى احتفلوا باليوم ده في كل سنة بعيد الحب أو الفالنتاين. وكل ده على اسم مين؟ القديس فالنتاين. تقدروا بقى تقولولي احنا ليه بنهتم بالفالنتاين أصلا؟ أظن كلكم عرفتوا دلوقتي هو حرام ولا لأ. مفيش حاجة اسمها عيد الحب أصلا. احنا كمسلمين ما عندناش غير عيدين بس، عيد الفطر وعيد الأضحى، هما العيدين دول ملهمش تالت. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. فبلاش بقى ان احنا نتبع الغرب في كل حاجة، لان الغرب هم اساس الفتنة، وللأسف احنا اثبتنا لهم ان عقولنا بتميل ليهم وفي ايديهم كمان. الحب يا جماعة مش محتاج يوم عشان نعبر فيه عن حبنا، مش لازم يعني 14/2. اللي بيحب بجد هتكون السنة بالنسبة له كلها عيد. الحب يعني مش دبدوب أحمر وقلب أحمر، الحب يعني احتواء، تفاهم، عطاء، وحاجات كتير جدا حلوة. وبكده هتكون أيامكم كلها عيد. ومش معنى اننا بنقول ان عيد الحب حرام يبقى ان الحب حرام، لا، الحب هو أساس الرحمة ما بيننا والتفاهم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ولو كان حرام ما كانش التاريخ نقل لنا حب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على السيدة خديجة رضي الله عنها إني رزقت حبها. ولكن بقى تفرق انت بقى سلكت انهي طريق في الحب، الحلال ولا الحرام؟ السيدة عائشة رضي الله عنها ما خلفتش، وعمرها ما طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدعي لها بالذرية، ورغم كل ده ما زعلتش ولا اكتئبت ابدا. عارفين بقى السبب ومبرر كل ده ايه؟ في حد من الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له عائشة. فالحب يا جماعة مش كلمة ولا يوم ولا عيد، مفيش حاجة أبدا اسمها عيد حب. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده وما تحتفلوش بعيد الحب تاني أبدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ده، ولو لسه أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي أول بأول، وكمان تعملوا شير لأصحابكم علشان يستفادوا هم كمان. وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.